جثة لراجل عنده 50 سنة وحالة الوفاة تبان إنها طبيعية، لكن بسبب الوضع الغريب اللي كانت عليه الجثة قدر الطب الشرعي إنه يعرف السبب الحقيقي للوفاة عشان تتحول من حادثة وفاة عادية لجريمة قتل. في سنة 2016 يوصل بلاغ للشرطة بالعثور على جثة لراجل في 50 من العمر، ووفقا للظروف والملابسات تبان حالة الوفاة طبيعية، والجثة كانت لطبيب مصري. لكن اللي كان ملفت بالنسبة لخبراء الطب الشرعي انهم لما وصلوا مسرح الجريمة كان شكل الجثة غريب، وكانت العينين مفتوحة وفيها جحوظ غريب جدا، بمعنى ان العين كانت بارزة للخارج بشكل واضح. ده غير ان التحريات اكدت ان الراجل صحته سليمة 100% وما عندوش اي امراض ممكن تكون السبب في الوفاة، وفي نفس الوقت مفيش اي دليل على وجود جريمة. يعني كان المفروض تتأيد حادثة وفاة عادية ويعدي الموضوع على كده، لكن بسبب الجحوظ الغريب اللي كان موجود في الجثة، وعشان حضراتكم عارفين ان اول ما اي شخص بيموت بنقفل عينيه، وده لان الجثة لو وصلت لمرحلة التخشب هيكون من الصعب قفل العين. وكان الغريب في الجثة مش ان العين مفتوحة، الغريب هو شكل العين والجحوظ الواضح عليها. وبما ان المتوفي ما كانش بيعاني من اي مشاكل او امراض في العين، وعشان كده بدأ يحس خبراء الطب الشرعي ان في حاجة مش مظبوطة. واول ما توصل الجثة للمشرحة كانت كل الاعراض اللي ظهر على الجثة طبيعية، مفيش اي اثار لطعنات ولا الخنقة او تعذيب عشان يقدروا يحددوا سبب الوفاة. فبدأ الطبيب الشرعي انه يجمع عينات من الجثة عشان يبعتها للمعمل عشان تتحلل، على امل انه يقدر يحدد السبب الحقيقي للوفاة. لكن كل نتائج التحاليل اللي عملها بتأكد ان مفيش اي حاجة غريبة في الجثة. لكن الطبيب الشرعي وبسبب النظرة الغريبة اللي كانت موجودة في الجثة كان متأكد ان في حاجة غلط، وعشان كده قرر الطبيب الشرعي انه هيحاول مرة تانية، بس المرة دي المحاولة هتكون في العين. وبالفعل رجع الطبيب الشرعي للجثة مرة تانية، والمرة دي خد عينة من سائل العين وبعتها للمعمل عشان تتحلل وتظهر الصدمة مع ظهور نتيجة التحاليل، واللي أكدت إن الجثة ماتت مسمومة. طب إزاي الجثة ماتت مسمومة وآثار السم ما ظهرتش في كل التحاليل والفحوصات اللي عملوها لباقي الجسم وفضلت موجودة بس في العين؟ وهي دي الصدمة الحقيقية لخبراء الطب الشرعي، إن نوع السم اللي تم استخدامه في قتل الضحية نوع نادر جدا وما بيسيبش اي اثر في الجسم غير في العين. ده غير ان نوع السم ده بالذات لازم يتم تصنيعه، ولازم اللي يقوم بتصنيعه يكون حد متمكن جدا ويكون عارف هو بيعمل ايه بالظبط. واول ما خلص الطبيب الشرعي تقريره واللي اكد فيه ان الجثة ماتت مسمومة، وان نوع السم اللي تم استخدامه في قتل الجثة نوع نادر جدا، وان لازم يتم تصنيعه على ايد شخص محترف، فكثفت الشرطة تحرياتها عشان تكتشف ان السم بالفعل مصنع، وان اللي قام بتصنيعه شخص محترف. وكانت المفاجأة ان الشخص ده هو اخت الضحية واللي بتشتغل طبيبة صيدلانية. واكتشفت الشرطة ان كان في خلاف كبير ما بينها وما بين القتيل على الميراث، وعشان كده قررت تتخلص منه، وقعدت لفترة كبيرة بتحاول تصنيع انواع من السموم عشان تحاول توصل لنوع معين من السم ما يسيبش اي اعراض في الاماكن المتعارف عليها في جسم الانسان، بحيث ان الطب الشرعي ما يعرفش يكشفها. ولولا ذكاء وبراعة الطبيب الشرعي ما كانش حد اكتشف الجريمة واتأيدت ضد مجهول.